الحلقة السادسة من الموسم التاني من مسلسل هاوس اوف دراجون نزلت من شوية كده، وانا النهاردة جاي علشان اراجعها واحللها معاكم. اول حاجة نبتدي بشخصية ايمون. اكتشفنا في الحلقة دي ان هي مش مجرد شخصية قوية او خبيثة او عندها تنين فيجر او حاجة بالطريقة دي. هي شخصية ذكية وذكية جدا كمان، وده ظهر لما لاريس اعجب بالتفكير بتاعه او قال له تفكيرك كويس او هكذا. ولاريس بالنسبه لي هو اكتر شخصيه ذكيه وخبيثه في المسلسل ده، فمعنى ان هو يعجب بالتفكير بتاع ايموند ويقف في صفه، ده بيضيف كتير قوي لشخصيه ايموند بالنسبه لي. تاني حاجه، المشهد اللي اليسنت فيه قالت لايموند ان كل ده بسبب طفولتك، واللي انت لسه ما نسيتش طفولتك لحد دلوقتي. المشهد ده حبيته جدا، وبيبين جوانب كتير في شخصيه ايموند، وجوانب هو يقدر يعملها، وحاجات هو هيتخطاها بكتير قوي في الموسم ده او في المسلسل ده بصفه عامه. وبنشوف رانيرا بدأت ان هي تشوف فرسان عشان يركبوا سي سموك، وفي الحلقه الجايه ممكن نشوف فيرمسر وهكذا. احنا طبعا عارفين عشان في ناس كتير بتحرق علينا مسلسل في الكومنتات بتاعت الفيسبوك والكومنتات بتاعت الحلقات، مين اللي هيركب التنين دي. بس احس ان ده جانب قوي وكويس، وان احنا نشوف تنين بتنين في فارس او راكب بيركبه يعني او كده مؤاخذه في اللفظ يعني. فده هيدي اثاره للمسلسل بطريقه كبيره. وشوفنا فعليا في اخر الحلقه، وهو تقريبا اهم حدث حصل في الحلقه، يعني ان ابن كولس ركب سي سموك. ده بصراحه هيفرق جدا في الاحداث وهيبقى حاجه قويه جدا. وبصراحه انا زهقت بقى من المغامرات بتاعت هارين هول اللي حرفيا معيشنا كده في جانب فيلم رعب مع ديمون. حاسس ان هو ملوش اي لازمه. بيبين حاجات في شخصيه ديمون وتفاصيل في شخصيه ديمون، بس في نفس الوقت مش حبه. ما اظنش ان في حد حبه، يعني كل الناس حابه انها تشوف ديمون في الاحداث، وتشوف دايما بيحارب وهيعمل وبيعمل وهكذا، ومع رانيرا مثلا، او حتى يا عم لو لوحده بيجمع جيوش عشان يحارب مع نفسه. عايزين اثاره في الاحداث. انا شايف ان الجانب ده ملوش اي لازمه، وبقى ممل زياده عن اللزوم، وما بقتش حابه تماما. المميز بس في الحلقه دي في الجانب بتاع هارين هول، اللي احنا شفنا تاثيره على ديمون، وان هو قرب من الجنون لما كلم الملك او القائد بتاع هارين هول وقال له انت السبب في هكذا ومش عارف ايه، وشفنا قد ايه هو متاثر بالموضوع. وده كويس، يعني دي الحاجه الوحيده اللي بالنسبه لي كانت كويسه في الجانب بتاع هارين هول. وبنشوف برضو قد ايه ديمون عايز يكون هو الملك. والجرافيك بصراحة تحفة. الجرافيك بتاع سي سموك بتاع التنانين عامة في المسلسل ده تحفة، وبالنسبة لي أفضل كمان من جيم اوف ثرونز. مصروف عليه بشكل مش طبيعي. فحبيت ده قوي. وشكل سي سموك حلو. هو في الرواية مكتوب ان هو ابيض من كده، ابيض كالجليد حرفيا، بس حبيته يعني كويس جدا. وكان شكله حلو يعني. وبنشوف موضوع ان الشعب بيعاني وان مفيش اكل، وان الاكل اللي موجود سمك يا عم حد لاقي. المهم المهم يعني. وبنشوف ان هم بداوا يكرهوا الحزب الاخضر، وشفنا ده في الحدث الملكه هيلينا واليسنت كانوا فيه بيصلوا وطلعوا لقوا وهكذا. المشهد ده كان حلو قوي برضو. اكتر حاجه بسطاني الحلقه دي موضوع ان اوتو هيطور هيرجع. دي حاجه خرافيه. اوتو هيطور بالنسبه لي هو من اهم مثلا 5 شخصيات في مسلسل، كتمثيل وكأداء وككاريزما وككل حاجة. فبصراحة أنا حبيت الموضوع ده قوي. وبنشوف إن إيجون عايش، وبصراحة شخصيتي صعبانة عليا قوي، يعني شخصية طيبة وغلبانة. أنا مش عارف ليه بتعملوا فيها كل ده. وبنعرف إن هو يعرف يتكلم، وغالبا حسب برضو اللي اتحرق علينا في الرواية إن هو هيمسك الحكم تاني أو هكذا، وده هيخلي إيموند يكرهه، وإن لاريس هيقف في صفه برضو. دي حاجة جامدة قوي. وبنروح لرينا فاليريان. وبنلاقي ان ابن رانيرا من ديمون كبر. معرفش ده هيكون ليه تأثير على المسلسل ولا لأ، بصراحة مش متأكد من ده. وان التنانين اللي هي كانت بعتها معاها فقست تنانين يعني صغيرة وهكذا. وان غالبا هي هتكون هي لحد دلوقتي على فكرة مش ما عندهاش تنين او مش راكبة تنين او كده. فغالبا كده التنين اللي هو البري اللي هي جابوا سيرته في الحلقة دي هتكون هي الركبة بتاعته، هيكون ليها تأثير كبير في الأحداث. وبنتأكد من موضوع الحلقات اللي فاتت ان طبعا ده من غير ادنى شك، يعني خلاص احنا اتاكدنا من تحت، كنا شاكين الحلقات اللي فاتت. بس اتاكدنا من ده ان كولس عنده ابناء غير شرعيين، وزي ما قلت في واحد فيهم هيركب تنين سي سموك. وبنكتشف ان اليسنت عندها ابن تاني برضو ووترجيريان من فيسيريس، بس موجود في قلعة الهاي تاور. وبنكتشف صفات عنه، وتقريبا كده هيكون ليه تأثير كبير في الأحداث برضو.
بصراحة وجود لاريس في المسلسل ده جامد أوي، بس أنا مشكلتي في وجود لاريس إن هو دوره محدود وصغير، يعني أنا نفسي يكون دوره أكبر من كده عشان كاريزمته كبيرة وذكائه كبير، وهيكون ليه يعني تأثير أكبر من كده، هيكون أحسن بكتير يعني. وللأسف بيقحموا الشذوذ في كل حاجة. شفنا آخر مشهد إن موضوع الدودة البيضاء ده ورانيرا ما حبيتوش طبعًا، ما فيش حد هيحبه يعني، بس يعني ليه في أجندات بيقحموها بأي طريقة في المسلسلات؟ المسلسل كان كويس وكان ماشي كويس والدنيا فيه ليه كل الخرا والقرف ده؟ على فكرة بقى، طب أنتِ مش الملكة الشرعية. المهم، لو الحلقة عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للchannel عشان يوصلكم كل جديد باقدمه. أشوفكم على خير في حلقات كتير جدًا جاية، وسلام.